الصفحة الرسمية لنواب حزب النور بدائرة العمرية وبرج العرب. النائب أحمد خليل، النائب أحمد الشريف. كنا مهتمين جدا بموضوع كباري المشاة لأن العمرية وبرج العرب على طريق المفروض انه طريق دولي، لدرجة بفضل الله ان احنا اكتر نائبين قدمنا طلبات بكباري مشاة داخل البرلمان المصري ده. وزارة النقل اللي قالت كده. انا ليه بصور على كوبري المشاة امام مجمع المدارس اللي احنا جبنا له قرار ترميم، عشان اقول لحضراتكم ان طالما الامور مرتبطة بارواح فاحنا كنا حاطينها في اول البرنامج بتاعنا ان في السنة الاولانية بفضل الله نحاول نخلص كباري المشاة. ليه؟ لان طفل زي اللي معدي ده انا سعيد جدا ان في طفل هيلاقي كوبري يعدي عليه، طفل هيلاقي كوبري يعدي عليه. احنا خلصنا، خدنا موافقه ب8 كباري وانا بعلنهم اهو: مدخل عبد القادر، مدخل المدينه الجامعيه، كوبري قشوع. وقشوع ده بالذات مأساة، الحاجات الازمات اللي كانت بتحصل قدام قشوع دي مأساة. الكافوري، النصريه، طبعا ده امام مجمع المدارس ده احنا جايبين له ترميم، وشارع الاسم امام نجع رسلان، واخيرا الكيلو 68 الصحراوي. دول الثمانيه دول خدناهم موافقه وبدانا نشتغل فيهم. في حاجات فيها بعض المشاكل ولكن ان شاء الله احنا بنحلها، بس دول خدنا بيهم موافقه ووزاره النقل فعلا بدات تشتغل فيهم، وانا بشكر السيد الوزير على الشغل ده. الحاجه الثانيه في 4 كباري ثانيه وبقيه القرى طبعا، بس اجمالا في كوبري في الساحل وفي كيلو 26 وفي كيلو 29 وعرابي وبعض القرى اللي هنعلنها تباعا. ليه انا صممت؟ ادي طفلين هم معدين على كوبري. اغلب العمريه بتعاني من المشكله دي، الاطفال بتعدي في كباري مشاة. ادي 8 كباري مشاة بفضل الله خدناهم بنعلنهم، وباذن الله ان شاء الله الكباري تتوالى لغايه اما نطمن على اغلب اطفال العمريه وعلى كل الناس اللي بتعدي على الطريق ده. ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله، ومبروك لاهالي العمريه 8 كباري مشاة على الطريق الصحراوي جديده، وربنا يوفقنا للجاي باذن الله. شكرا.